السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. معاكم قناة يوميات ام ميدو. يا رب اكون عند حسن ظنكم دايما يا رب. اهلا وسهلا بالناس الجديدة اللي نورتنا في القناة، يا رب تكونوا دايما معانا ونورينا ان شاء الله، ويا رب نكون عند حسن ظنكم. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض طاجن مسقعة باللحمة المفرومة. يا رب تكون عجبكم وتجربوها بطريقتنا، وان شاء الله تبقى عجبكم وتقولوا رأيكم في الكومنتات. إن شاء الله كده نبتدي مع بعض، نسمي الله ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. هنا عملت يعني حبة توم كده، نص راس توم كده. عملتها دقيتها بملح وهحمرها بقى في سمنة وزيت بس مش كتير، علشان طبعا المسقعة احنا عارفين ان هنحمر بقى البطاطس والبتنجان وكده، فمش هنكتر السمنة والزيت الاولانيين دول عشان ما تبقاش حامية علينا. هي معلقة زيت بس ونص معلقة سمنة كده مش كتير. هنشوح بقى التوم مع بعض، واول ما لونه يبقى يصفر كده اللون الذهبي دوت، هنحط بقى عليه ايه؟ عصير الطماطم. طبعا انا كنت بقى ايه، عاملة كمية لحمة مفرومة كده ومخليها ايه ركنها على جنب. عملت منها صينية الجلاش المرة اللي فاتت مع بعض، ومخليها ايه بعمل كمية يعني، وبخليها اسحب منها. عملتها بقى وخليتها ايه في الفريزر او في التلاجة على حسب. و... ونسحب منها بقى ايه، نعمل منها برضو النهارده طاجن المسقعه دوت مع بعض. يا ريت بقى اللي وصل لحد هنا ما ينساش يعمل لنا لايك، واللي لسه مشتركش معانا يشترك في القناه عشان يوصل له كل جديد ان شاء الله، ويفعل الجرس. هنا بقى نقلب التوم كده لحد ما يصفر اللون الذهبي دوت، ونضيف عليه عصير الطماطم. أكلة بسيطة وخفيفة ومش مكلفة، وفي نفس الوقت طعمها حلو قوي. اما جربتها المرة دي في الطاجن صراحة فرقة كتير عن الصينية. كنت بعملها في الصينية في الفرن او كده يعني في طاجن بايركس ولا حاجة، بس صراحة طاجن الفخار طعمه احلى بكتير. يا ريت بقى تجربوها وتقولي رأيكم. هنا بقى التوم اصفر كده بقى لونه ذهبي. هنا هضيف عصير الطماطم اللي قلنا عليه، وهسيبها بقى على النار التانية تتسبك عبال ما نحمر بقى البطاطس والبتنجان. هنضيف بقى ملح وفلفل اسود وكمون، التوابل بتاعتنا، عشان بقى ايه عبال ما تتسبك نكون احنا عملنا بقية المقادير. هنا نضيف بقى ايه كمون وملح اسود وفلفل اسود. نركنها بقى على جنب على النار التانية، ونجيب بقى طاسة نحمر فيها ايه البطاطس والبتنجان. انا بقى بقطع المكعبات بتاعه البتنجان كده مكعبات صغيره مش كبيره، علشان ايه اللي بياكل ما يبقاش قطعه كبيره بتاعه البتنجان، طرنشات كبيره كده. لو من غير مسقعه ولا حاجه وصلصه وكده بعملها طرنشات كبيره، لكن مسقعه بعملها مكعبات صغيره. هنا بقى نحمر البطاطس ونحطها في طبق بقى، ونعمل البتنجان بعدها على طول. طبعا هنصفيها من الزيت على قد ما نقدر، عشان برضو زي ما اتفقنا كده ايه ما يبقاش كمية زيت كتيرة في الأكلة وتعمل لنا حموة ولا حاجة. يبقى ايه نحاول نخفف الزيت على قد ما نقدر. هنا حمرت كمية بطاطس اهي تاني، بس برضو يعني ايه انا مش عاملة كمية كبيرة اصلا، علشان برضو ايه يعني تخلص على طول كده، ما تقعدش يعني. بس بجد طلع طعمها حلو قوي. بصوا بقى البتنجان مقطعاه مكعبات صغيرة ازاي. هحط كده برضو عشان انجز وقت في الزيت على طول. يعني ايه احط جنب عشان عبال ما اطلع البطاطس يكون الجنب التاني دوت ايه في البتنجان يحمر على طول. بحاول انجز وقت على قد ما اقدر. هنا بقى طلعت البطاطس اهي كلها، وده البتنجان بقى ايه اقلبه كده، يا دوبك ما بياخدش دقيقتين بالظبط على النار ويكون اتحمر على طول. بصوا بقى هنا خلصت اهوت، وعملت كمان قرنين
فلفل كده شوحتهم في الزيت على طول. طبعا الفلفل احنا عارفين ما بياخدش وقت في التحمير. شوحت قرنين كده مش كتير عشان ده فلفل حار، ما يبقاش ايه حامي على اولادنا. بصوا قرنين كده كفايه اهوت. وعملت بقى ايه قرن فلفل الوان، قطعته كده ترنشات عشان برضو ايه يدينا شكل حلو. وطبعا الفلفل الالوان يعني احنا كده كده يعني حاجه مفيده، يعني فيها قيمه غذائيه حلوه. يا دوبك بس ايه هتاخد غلوتين كده على النار علشان ايه المكونات كلها تتمزج كده مع بعضها، والبطاطس والبتنجان يعني يشربوا من التسبيكة، يبقى طعمهم حلو. هتتشرب بس دقيقتين كده وفضيها على طول في الطاجن. انا المرة دي بقى عشان عملت في الطاجن عجبني صراحة. بصوا كده يا دوبك هتغلي غلوتين، اسيبها بس كده غلوتين اتنين وهطفي عليها على طول. هفضيها بقى في الطاجن، اعملها ايه اول طبقة كده المسقعة، والطبقة التانية اللحمة المفرومة، واحط بقى فوقها ايه ارصها كده اسويها. احط بقى اللحمة المفرومة، انا كنت عاملاها مجهزاها كده عشان ايه انجز وقت على طول. اسويها كده واحط الطبقة التالتة بقى ايه المسقعة. بجد يا بنات يعني عجبت ولادي قوي ما شاء الله، يعني جربوها كده وقولي رأيكم. اه الواحد بيمشيها بقى كده يوم وكده يوم، مرة فراخ مرة طبيخ مرة مسقعة مرة عدس كده يعني. ربنا يوسع على الجميع يا رب ويسترها كده في ايام الغلا اللي احنا فيه. ربنا يا رب يوسع على الجميع، وفضل ونعمة من ربنا طبعا. ربنا يديمها علينا نعمة يا رب ويحفظها من الزوال. هنا بقى هحط قرن فلفل الوان كده فوق الوش، هيدينا شكل حلو وفي نفس الوقت ايه احنا بنحبه يعني، كده كده في الاكل بيبقى طعمه جميل قوي. هدخلها بقى الفرن وهتطلع ما شاء الله جميلة جميلة. جربوها بقى وقولي رأيكم. ما تنسوش بقى لايك كده واشتراك للي لسه ما اشتركش معانا. وشكرا على دعمكم وكومنتاتكم الجميلة اللي بتخلينا نكمل بطاقة إيجابية. بصوا الشكل الجميل بقى، بصوا لسه بتبقبق ازاي، لسه طالعة من الفرن، طلعتها كده على الرخامة وألف هنا.